بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. موضوع الثاني من قواعد اللغة العربية في الصف السادس الابتدائي. وصلنا موضوع بعض أنواع المعارف. 1. المعرف بأل. المعرف بأل وهو اسم نكرة أدخلت عليه الألف واللام التي تفيد التعريف فأصبح معرفة. معرف بأل تشيشا ما شو هو اسم نكرة ناموين نكرة أدخلت عليه الألف واللام. ألف ولام إضافة كرياء على إناموي وإنامو ألف لام على تشيشي مبو على تعريفي كابو معرفة. فإنامو حول بي من نكرة إلى معرفة. أجر دست ترنصر ألف ولام ما كلمة بنكرة أي بمعنى إن معرف بأل. كابزاني فرق كريتشقاتي علمو معرف بأل. موضوع ما معرف بأل وات ما معرف بأل نامو نكرانه. ألاش ألف ولام بداية كلمش تشيش إضافة كريا بداية كلمة ألف ولام إن ألا معرف بأل تعرفش. عندما آية سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عندما تشندغلي الألف واللام في الآية رقم 1 الفلق. لو حذفنا الألف واللام أو ألف ولام مصاوي ما بوتشيش فلق نكرة مرجلو نكرة، لذلك إضافة كريا على الشيش ألف ولام كابي معرفة. ميمي آية 2 نينش. آية 3 ومن شر غاسق إذا وقب هم نينش. وآية رقم 4 ومن شر النفاثات في العقد دوشنا. النفاثات شندغالي معرفين إضافة ألف ولام شأرنا بداية كلمة بمعرفة، لكن ألف ولام نبيش ورجلي نكرة. في العقد أيضا معرفة، لكن لو حذف الألف واللام لا عادت إلى لا أصبحت نكرة. أجا ألف ولام نبيش دي أورجلو بوبو بنكرة، لكن ألف ولام شندا مبو معرفة. هنا بالنسبة على سورة الفلق. شرح ما شو إذا تأملت الأسماء التي وردت في النص وهي الفلق والنفاثات والعقد ومثل المؤمن الكتاب كلمات ما شو بميتيش جيش دلالة مدى على تشتي معين همنوات ما معرفة يدل على شيء معين. كلمات جيش يدلون على شيء معين. وذلك لدخول التعريف إضافة التعريفي عليه على شيش على الكلمة
الكلمة إضافة ال للتعريف على الكلمة كالنفاثات. وتسمى هذا الاسم أينامو معرفة بي معرف بقلبي ألف ولام بداية بي عدا العلم أجار ألف ولام شبي إنما تشنو بنش المعرف بأل هذا الاسم معرف بأل كالفلق. ولو جردتها من ألف ولام لأصبحت نكرات لا تدل على شيء معين أو معروف. أجا ألف ولام نبي مورجلو نكرة كالنفاثات أجا ألف ولام نبي مورجلو نكرة ما يدل على شيء معين أو معروف نوع ولمدو تشتي معين. هنا بالنسبة على يشرحي وأمثلة جدام بنما. ومن أمثلتها كما في قولنا يحتفل العراقيون بعيد الأم. يحتفل العراقيون بعيد الأم. العراقيون الأم ألف لام أقبصاوي تشيش مبو يحتفل عراقيون بعيد أم مبو نكرة لذاك ألف لام مرنيا بيبتشيش معرفة. يحتفل العراقيون بعيد الأم ألف لامش تشندا قاليتش هندا الأم. 2 يتعب الآباء من أجل سعادة الأبناء. الآباء تشيشا معرفا أجا ألف لام بصوي وبو نكرة يتعب آباء من أجل سعادة أبناء هنا قال مبو نكرة لذلك ألف لام إضافة كرنا يتعب الآباء من أجل سعادة الأبناء أيضا إضافة كرنا للاش ألف ولام كابوبو معرفة. يعمل المعلم على تعليم تلاميذه. يعمل المعلم على تعليم تلاميذه. المعلم معرفة لماذا؟ ذلك بسبب إضافة الألف واللام إلى الاسم. القاعدة تشيني كيوات ما بداية المعرف بأل تشيني بضامي إنا معرف بألا أي معرف بأل أي يعني إن إنامو معرفا لكن معرفاش بتيجي بألف واللام لذلك سمي الاسم معرف بأل. اسم نكرة أدخلت عليه الألف واللام. اسم نكرة أدخلت عليه الألف واللام التي تفيد التعريف فأصبح معرفة. التعريف وقتي أكابات فايدة تعريفي مكر ولا ما حولش مكرو نكري إلى معرفة فنقبي معرفة. تمارين التمرينات. السؤال الأول ما تضع خطا تحت كل اسم معرف بأل في الآيتين كلمتين الآتيتين. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أول شيء الأمانة معرف بأل ألف ولام مش عنده ما هي كلمة ثانية. السماوات ألف ولام مش عنده معرف بأل إنتش خطي مكرمة الأمانة والسماوات يندو. والأرض أيضا معرف بأل ألف ولام مش عنده بمعرف بأل. والجبال إنتشوار ألف ولام مش عنده إنتش معرف بأل فبين يحملها واشفقنا منها وحملها الإنسان بنج ناموي معرف بأل ما عندك ماي آية سورة الأحزاب آية 72 وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثانيا قال تعالى
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. النار ألف لام إضافة شندا ألف لام ب معرفة. الجنة إضافة ألف لام إلى مقدمة الكلمة، مقدمة ناموي ألف لام شندا بمعرفة معرف بأل. الجنة أيضا أو أكا كلمة أو نامو تشورش ألف لام إضافة كريالاش بمعرف بأل. هيش أصلش نكرنا أجا ألف لام نبو. الفائزون معرف بأل لإضافة ألف واللام إلى مقدمة الكلمة. ميمي سؤال الثاني. أدخل التعريف على كل كلمة من الكلمات التالية ثم ضعها في جملة مفيدة. دانش بنما بنج كلمة ماچو إضافة كر ألف لامي ألاشا. دانش بنما سماء تشيشا نكرا لازم إضافة كرمي ألف لام كابوبو معرف بأل أو بوبو معرفة. جريدة لازم إضافة ألف لام كرمي إضافة كرمي ما جملة. ومسافر وبحر ومعلم. سماء أجا حولش كرمي إضافة ألف لام تشيش مبو السماء. أجا إضافة كرمي جملة السماء صافية. جريدة أجا حولش كرمي إضافة كرمي ألف لام لاش مبو الجريدة. أجا إضافة كرمي شمات جملة مبو قراءة الجريدة مفيدة. قراءة الجريدة مفيدة. مسافر حول مبو المسافر. إضافة كرمش بجملة مبو المسافر قادم. بحر أجا حولش كرمي معرفة مبو البحر. إضافة كرمش جملة البحر عميق. معلم حولش كرمي معرفة المعلم. كرمش جملة المعلم مخلص في واجبه. هنا بالنسبة لسؤال الثاني. سؤال الثالث. سؤال الثالث. املأ الفراغات في الجمل التالية بأسماء معرفة بأل. أسماء معرفة بأل. الغيوم حجبت فراغ. غيوم أش يحجب هور وريتشيشي مجرو الشمس. الغيوم حجبت الشمس. الشمس نكران. إذا أضفنا الألف واللام إليه بأسماء معرفة بألف واللام. الشمس. يكافئ المعلم فراغ الأمين. فراغ تشيش مبو تلميذ. يكافئ المعلم التلميذ الأمين. التلميذ. الضوء القوي مضر بالعين. القوي معرف بأل. استيقظ الطفل مبكرا. استيقظ الطفل مبكرا. الألف واللام بمعرف بأل. الطفل. الطير يحط فوق الشجرة. الطير يحط فوق الشجرة. الألف واللام شو لازم. هنا بالنسبة للسؤال الثالث. سؤال الرابع. اجعل كل اسم معرف بأل في الجمل التالية نكرة. ما تشقى معرف بأل هندش ما اي جملي قشتي حول كرة نكرة. عندما البلبل حط البلبل فوق الشجر. البلبل معرف بأل. الشجرة معرف بأل. تشيش مكري إضافة ألف لام هردي المساوي كلمة البلبل مبو بلبل. فوق الشجرة ألف لام شين داغالي مساوي مبو شجرة. حول مكري جملة جوابي مكري حط بلبل فوق شجرة.
ثانيا تفتح الورد في الصباح. الورد ألف لام مساوي التعريف مساوي مابو تفتح ورد في وألف لام شين داغاليتش مساوي تفتح ورد في صباح. ركب المسافر الطائرة. ركب المسافر ألف لام مساوي التعريفي مابو ركب مسافر ألف التعريف تشين داغاليتش مساوي طائرة. ركب مسافر طائرة أو طائرة. حافظ التلميذ على الحقيبة. التلميذ معرف بأل ألف لام مساوي مابو حافظ تلميذ على حقيبة ألف لام شين داغاليتش حقيبة مساوي مابو حقيبة. تقف المعلمة أمام التلميذات. المعلمة معرف بأل التلميذات أيضا معرف بأل. المعلمة ألف لام مساوي مابو تقف معلمة أمام تلميذاتها لأن ألف لام داغاليتش مساوي كابو تلميذات. نعم. يعظم العراقي تاريخ بلده. يعظم العراقي تاريخ بلده. يعظم العراقي ألف لام مساوي كابو نكرة مابو يعظم عراقي تاريخ بلده. هنا بالنسبة إلى سؤال الرابع. حول ما بين السؤال الخامس أو مثال. حول ما بين مثال في الإعراب. مثال جدام بنما يخلص المعلم في العمل. يخلص فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في حرف جر. العمل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. سؤال الخامس الإعراب. تكثر الأزهار في الربيع. تكثر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأزهار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في حرف جر. الربيع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثانيا فازت طالبة في السباق. فاز فعل ماضي والتاء تأشيشة تاء التأنيث الساكنة. طالبة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في حرف جر. السباق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هنا بالنسبة إلى موضع المعرف بأل.